اكيد بقى ومش انا لوحدي اللي كده، لما بندخل المطبخ ومزاجنا رايق بنعمل لاولادنا احلى اكل، صح ولا لا؟ ما تيجوا بقى نشوف النهارده فطرنا ايه وكمان غديتهم ايه كده النهارده. اكله بجد عظمه، فطار عظمه وغدا عظمه، وكمان عملنا تحليه كده سريعه. ومفيش اكتر من الحاجه السريعه، ولا الاكل السريع، ولا كمان الحلويات السريعه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منكم طبعا للصفحه عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نعمل للولاد احلى فطار يا سيدي، حاجه كده عظمه بجد عظمه. حمرت لهم بقى شويه بطاطس حلوين، ويا سلام على البطاطس بقى لما بتيجي تتحمر كده واحنا بنطلعها كمان وهي سخنه. الولاد رايحين جايين عليها رايحين جايين عليها. مين ولاده زي ولادي كده؟ كل ما نيجي نحمر بطاطس زي الكفته كده، الكفته ام رز، ايوه الكفته لما بنيجي كده نصبعها ونيجي نحمرها الولاد يفضلوا رايحين جايين عليها. اكيد ولادكم زي ولادي، مش ولادي لوحدي. المهم بالف هنا وشفا عليهم، وربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ونعمل لهم احلى الاكلات، وربنا كده يخليك لبيتك ولحياتك ولولادك، امين يا رب العالمين. هنا بقى عايزين ياكلوا سندوتشات البطاطس بالعيش الشامي بس كده، ده انا عينيا ليهم. وطبعا لازم بقى شويه السلطه الحلوين، صح ولا لا؟ تكون بقى متبله كده، محطوط فيها خل، محطوط فيها ليمون، بتبقى بجد خطيره. والله العظيم اكل البيت كده ليه طعم تاني. ايوه انا عارفه ان انت ساعات بتضطري ان انت بتبقي عايزه مثلا تجيبي من بره ومش قادره تعملي حاجه، مفيش اي مشكله، ربنا دايما يديك الصحه كده ودايما واقفه على رجليك لاولادك. المهم بقى عملت لهم هنا شويه بقى بطاطس حلوين كده، وهنا بقى عايزين ياكلوا البطاطس المحمره بايه؟ بسندوتشات شيمي. حطيت لهم بقى شويه توابل حلوين، وانا كنت قلت لكم كمان على توابل البطاطس قبل كده. حطيت لهم بقى توابل البطاطس كده زي ما قلت لكم اللي انا ببقى عاملاها في البيت، وحطاها كده في برطمان، وعملت لهم بقى سندوتشات شامي كده حلوين، وحطيت لهم بقى عليهم سلطه، حاجه كده تفتح النفس. طبعا سندوتشات اكيد فتحت نفسك، صح ولا لا؟ فعشان كده الصبح بقى بدري كده تصحي الصبح تقشري لاولادك شويه بطاطس وتعملي لهم احلى سندوتشات زي اللي انت شفتيها كده النهارده. وهنا بقى زي ما قلت لكم كل واحد ليه طلب، عايزين سندوتشات البطاطس بالشامي، طب والفول عايزينه بالعيش البلدي. هم كده يعني بيحبوا سندوتشات الفول بالعيش البلدي وسندوتشات البطاطس بالعيش الشامي. وطبعا انت عارفه اولادك بيحبوا ايه كويس جدا، اللي هم بيحبوه اعمله لهم. المهم بقى انتوا عارفين انا عليا كمان شويه توضيبه فول، حاجه كده اللهم بارك بجد عظمه. كل اللي يدوق كده مني شويه الفول الحلوين دول يقولوا لي بجد تسلم ايدك، والله العظيم بجد حاجه كده اللهم بارك. ايوه شويه فول بس لازم يتعملوا كده زي ما قلت لكم بمزاج. وعلى فكره بقى انا بحب الفول يكون مطحون، بيبقى حاجه كده خطيره لما تتبليه وتطحنيه وتيجي تحطيه بقى كده على نار وتعمليه، تيجي كمان بقى تعمليه كده في السندوتشات بيبقى حلو قوي، وتحطي عليه كمان شويه سلطه كده وتقلبيهم وتحطيهم بقى في السندوتشات، بتبقى سندوتشات زي ما قلت لك عظمه. واوعي تنسي بقى شويه ميه السلطه الحلوين لازم. خلاص كده ما تحتاريش بقى في فطار بكره، اعملي لهم سندوتشات بطاطس، عايزه تجيبي طعميه كده وتحطي عليها بيضايه كده وتعمليها على النار كمان، وتبتدي اللي انت تعملها لهم سندوتشات فول. لازم كده تغيري لهم في الفطار، مره سندوتشات جبنه، مره كمان فطير وعسل كده وقشطه ومربى، يعني لازم كده نغير لهم في الفطار، صح ولا لا؟ وانا طبعا دايما هقول لك مع اسماء ولا تفكري ولا تحتاري، خدي مني فكره واعملي الاكله دي تاني يوم. فخلاص كده ما تحتاريش كمان في فطار بكره، اعملي لهم سندوتشات كده بطاطس محمره بالعيش الشامي، واعملي لهم كمان سندوتشات فول حلوين كده وشويه السلطه، وخلاص على كده هو ده الفطار الخطير. ايوه سامعاكي تقولي كمان قطعي بصلايه حلوه كده واعمليها كمان بشويه الملح والتوابل، عملت كده. اللي عايز بقى حاجه ياكلها وبالف هنا وشفا عليهم. يا سيدي هنا قلت بقى ما اكل معاكم سندوتش فول حلو كده، بصوا الجمال بشويه السلطه زي ما قلت لكم. الفول بقى ايه طحناه وحط عليه توابل وعاملاه كده بجد طعمه خطير جدا جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا على الولاد. خلاص كده فطرنا النهارده شويه بقى كده بطاطس حلوين زي ما انتم شايفين بالعيش الشامي، وزي ما قلت لك برده اوعي تنسي شويه كمان ميه السلطه الحلوين، هو اصلا اساس السندوتشات السلطه، صح ولا لا؟ خلاص كده دلعناهم وفطرناهم، نخش بقى على الشقه كده ونروقها ونشوف بقى اللي ورانا، وكمان نشغل بخور ونشغل كمان القرآن. وانا عارفة ان انت بتقولي لي دلوقتي هي الشقة بتخلص يا اسماء؟ انا عارفة ان الشقة مش بتخلص ولازم يوميا نعملها ونعمل كل حاجة فيها، بس طبعا ربنا يدينا الصحة ونعمل كل حاجة في بيتنا، صح ولا لا؟ وتعالوا بقى معايا عشان نخش كده على الغدا، وتعالوا نشوف كمان عملنا لهم حلويات ايه.
عملت لهم صينيه بسبوسه، ومفيش اسرع من الحلويات دي. صينيه البسبوسه الخطيره، بجيب كيس البسبوسه كده وبحط كمان عليه نص كوبايه سمنه وكوبايه زبادي، وتقلبي كلهم كده على بعض، وتبتدي ان انت تحطيهم في الفرن على درجه حراره 180. هتاخد معاكي اللون الذهبي. وطبعا الشربات مفيش اسهل منه، كوبايه ونص ميه على كوبايه سكر، وخلاص على كده. وتطش بقى البسبوسه، ويا سيدي هي الطشه للملوخيه بس؟ لا، دي الطشه كمان للبسبوسه. وطبعا كنت عملتها معاكم قبل كده، بجد شويه بسبوسه خطيره زبده. المهم تطلعي كده الخرطه، عايزه تحطي عليها كمان على الوش قشطه، حطي على الوش قشطه. فلازم طبعا نعمل حسابنا لما الولاد كده يتغدوا ويقولوا لك عايزين ناكل حاجه حلوه يا ماما، تبقى الحاجه الحلوه جاهزه، صح ولا لا؟ المهم بقى طبعا زي ما قلت لكم لازم نعود ولادنا على شويه السلطه. وطبعا الحاجه اللي انت بتحبيها تقطعيها على السلطه قطعيها، زي قوطه، خيار، بقدونس، براحتك جدا جدا. وحطي التوابل والخل والليمون، ولازم طبعا خل وليمون، وكمان التوم. لا اقول لك بقى على حاجه تكيه تعمليها في السلطه تخلي طعم السلطه خطير. تحطي كمان التوم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر وتدقيهم كده، وتبتدي كمان اللي انت تحطيهم على طبق السلطه. وانا هنا خلاص بقى بغرف الغدا. ولادي بقى يا ماما طب هاتي خرطه بسبوسه. استني يا ولاد لما نتغدى. لا يا ماما طب هاتي خرطه كده وبعد ما نتغدى ناخد تاني. طبعا عجبتهم جدا. بصوا اصلا شكلها ولا طعمها حاجه كده والله العظيم جميله جدا وسريعه جدا جدا. كل اللي احنا عملناه النهارده ده ما بياخدش اي وقت خالص. السندوتشات اسرع سندوتشات، الغدا كمان اسرع غدا. تعالوا اقول لكم كمان عملنا غدا ايه. عملت لهم شويه رز ابيض بالسمنه البلدي، حاجه كده اللهم بارك. لما تحطي السمنه البلدي كده وتعملي بقى وتشوحي فيها الرز كده، وبعد كده تبتدي اللي انت تسقي الرز وتحطي عليه الملح وتملحيه كويس، وتبتدي كمان الرز بقى يتشرب ياخد كده من طعم السمنه البلدي، وبيبقى طعمه بسم الله ما شاء الله. وعملت لهم بقى شويه كباب حله كده، حاجه كده بجد خطيره جدا جدا. اللحمه كده كمان بالبصل بقى، مع كمان فصين 3 من التوم، مع التوابل والملح وبهارات اللحمه، حاجه كده والله العظيم بتبقى اللحمه دي خطيره. وطبعا انا زي ما قلت لكم عملتها معاكم كتير قبل كده. خلاص كان الرز هنا اتعمل معايا، والسلطه حطيتها، وعملت لهم كمان البسبوسه عشان يحلوا، وعملت لهم كمان اللحمه بالبصل الخطيره قوي دي، بتبقى بجد خطيره. اللحمه هنا بقى كنت مقطعاها قطع صغيره عشان الولاد كده لما يجوا ياخدوها يحطوها كمان على الرز تبقى سهله كده وهم بياكلوها، فبتبقى حلوه قوي. انا ساعات بسيبها زي ما هي، وساعات طبعا بقطعها قطع صغيره، بس اللي متقطعه قطع صغيره كده بتبقى سهله كده وجميله قوي. يا دوب تاخديها كده بالصوص اللي نازل وتحطيها على الرز مع شويه السلطه وخلاص على كده. وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. شوفي بقى أكلة النهاردة واعمليها بكرة، وبألف هنا وشفا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.